السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن تمييز العدد. تمييز العدد ده مشكلة طلاب تانية إعدادي وطلاب الثانوية العامة. تمييز العدد إن شاء الله بإذن الله أنا هشرحه لكم بطريقة يخليك بالظبط ما تحسش إن ده هو ده تمييز العدد. هخليه لك بإذن الله بسيط جدا بالنسبة لك. الأول تعالوا نتكلم عن يعني إيه تمييز أصلا. التمييز هو اسم نكرة يأتي بعد اسم مبهم ليزيل إبهامه. طب وضحي لي يعني ايه اسم نكرة؟ اسم نكرة اللي هو المعدود اللي هي قصص، جاي بعد اسم مبهم اللي هو كلمة ثلاث، وسبب ان التمييز جاي علشان يزيل ابهام الكلمة التي تسبقه. اديني مثال وطبق التعريف. اقول اشتريت 3 قصص. انا اشتريت ثلاث ايه؟ ما الثلاثة دي ممكن اقول اشتريت 3 ايه؟ 3 جلامة، 3 كتب، ولا 3 ايه؟ فلما قلت كلمة قصص أزالت إبهام كلمة ثلاث ووضحتها. طيب قصص بالنسبة لثلاث تعتبر معدود وأقول عليها تمييز. طيب وكلمة ثلاث هي العدد، فثلاث هو العدد وقصص هي المعدود وهي التمييز بتاعي. طب تعالوا نطبق التعريف على المثال. التعريف بيقول هو اسم نكرة. قصص أهي نكرة، ليست معرفة ولا معرفة بأي نوع من أنواع المعرفة، لا بالألف واللام ولا بالضمير ولا بالإضافة، هي نكرة وجاية بعد اسم مبهم اللي هو كلمة ثلاث، فثلاث مبهمة أنا مش عارفة إيه هي ثلاث. طيب جاية ليه؟ عشان تزيل إبهام كلمة قصص، جاية عشان تزيل إبهام كلمة ثلاث. يبقى من خلال التعريف خليك عارف إن التمييز هو اسم نكرة جاي ليه؟ عشان يزيل إبهام الاسم الذي يسبقه. طيب قصص بقدر أقول عليها معدود أو أقدر أقول عليها تمييز، هو ده تعريف التمييز. طيب أنا عندي أنواع التمييز العدد. عندي تمييز العدد 5 أنواع، 5 أنواع لتمييز العدد. عندي الأعداد المفردة ودي من 1 ل10، وعندي الأعداد المركبة من 11 ل19، وعندي ألفاظ العقود من 20 إلى 90، وعندي الأعداد المعطوفة، والأعداد المعطوفة من 21 ل 99، من 21 ل 99، وعندي 100 والألف ومضاعفتها، وال100 والألف ومضاعفتها، 100 والألف ومضاعفتها فما فوق. احنا هنمسك نوع نتكلم عنه. نتكلم عنه. أول حاجة هنتكلم عن الأعداد المفردة من 1 ل10، بس هنقسم الأعداد المفردة هناخد الواحد والاثنين مع بعض، ومن 3 ل10 مع بعض. عايزة أعلمك 3 أسئلة بتسألهم لكل نوع من أنواع ال5. تاني هي ايه؟ طبعا طب ايه هي اساسا؟ حفظيني ايه هي انواع تمييز العدد. عندك الاعداد انواع: اعداد مفردة من 1 ل10، مركبة من 11 ل19، الاعداد الفاظ العقود من 20 ل90، والاعداد المعطوفة من 21 ل99، وال100 والألف مضاعفتها. خليك فاكر ان الانواع ال5 في 3 اسئلة بس بحطهم في ذهني أو أسجلهم قدامي وأسأل فيهم في كل نوع من أنواع ال5. لو أنت حفظت ال3 أسئلة دول أنت هتتخطى مشكلة تمييز العدد خالص. تمام. إيه هم ال3 أسئلة دول اللي أنا بسألهم دايما؟ إيه ال3 أسئلة اللي أنا بسألهم لكل نوع عشان أتقن تمييز العدد؟ أول حاجة بتسأل حضرتك على التمييز العدد، بتسأل ليه دايما ب3 أسئلة. أول حاجة المخالفة والموافقة. بتروح لكل نوع من الأنواع وتسأل هو الرقم ده هيخالف ولا يوافق. السؤال ده بكرره في الأنواع ال5: المخالفة والموافقة. رقم 2 السؤال الثاني: هو النوع ده من الأنواع ال5 اللي احنا قلناهم التمييز بتاعه مفرد ولا جمع؟ ولو مفرد منصوب ولا مجرور؟ ولو جمع مجرور ولا مرفوع ولا منصوب؟ فبس عن التمييز هو مفرد ولا جمع؟
طب مفرد، هو مفرد منصوب ولا مجرور ولا مرفوع؟ طب جمع مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ ما انا لازم اسال النوع والعلامه بتاعته. طيب رقم 3 سواء المخالفه والموافقه والتمييز. رقم 3 الاعراب. خليك فاكر ان عندنا 3 اسئله بنحطهم في كل نوع، كل نوع من انواع. احنا كنا بنتكلم عن ال3 اسئله اللي هسالهم في كل نوع: المخالفه والموافقه، التمييز، الاعراب. تعال الاول نتكلم عن تمييز الاعداد المفرده. الاعداد المفرده قلنا من 1 ل10، وهناخد الواحد والاثنين مع بعض. اول حاجه هسال ليهم ال3 اسئله اللي انا بسالهم. اول حاجه المخالفه والموافقه، يا ترى الواحد والاثنين بيخالفوا ولا بيوافقوا؟ طبعا بيوافقوا. السؤال الثاني التمييز، الواحد والاثنين ما لهمش تمييز، فلو اتذكروا في الجمله يتعربوا نعت. فلما اقول الواحد والاثنين لا تمييز لهم، ما لهمش تمييز الواحد والاثنين، زي قرأت كتابا واحدا وقصتين اثنتين. كتابا واحدا، كلمة واحدا هنا تعرب نعت. كلمة واحد واثنين ما لهاش تمييز، لا هي تعرب إذا وجدت في الجملة فتعرب نعت. وقصتين اثنتين هنا برضو اثنتين اتوجدت في الجملة، ولو اتوجدت في الجملة الواحد والاثنين ما لهمش تمييز، دول يعربوا نعت. لا يذكران في الكلام كثيرا، طبيعي ما يذكرش في الكلام كثيرا. يعني لما نقول قرأت كتاب، انا مش مضطره ان انا اقول قرأت كتابا واحدا، ما انا كلمه كتاب هي واحد، ما انا ادام قلت كتاب اكيد الكتاب ده واحد. وقرأت قصتين اثنتين، فلما اقول قرأت قصتين تمام، يعني كلمه اثنتين هنا ملهاش لازمه، لان انا قلت قرأت قصتين بس، فقصتين واضحه ان هما قصتين اثنتين، يعني الكلام مفهوم بكلمه قصتين، خلاص واضحه ان هما حاجتين، فمش مضطر ان انا اذكر كلمه اثنتين. عشان كده بيقول لا يذكران في الكلام كثيرا بل يفهمان من السياق. فاقول قرأت كتاب وقرأت قصتين، قرأت كتابا وقرأت قصتين، بدون ما اذكر واحدا ولا اثنتين، لان كلمه كتاب هي معناها حاجه واحده بس، وكلمه قصتين معناها ان هما اتنين. تعالوا نبصوا على المخطط بتاع تمييز العدد. احنا لسه كنا بنقول تمييز العدد من 1 ل10، وخدنا الواحد والاثنين مع بعض. تمييز العدد من 3 ل10، طبعا تمييزها دايما جمع مجرور بالإضافة، مثل خرج من فصل 7 طلاب. أنا دايما الطالب فكرة إنه يحفظ التمييز، ما بطلوش منك تحفظ التمييز. يعني أنا عشان أقول تمييز من 3 ل10، كلمة طلاب دي جمع، فأنا أقول له يلا احفظ تمييز من 3 ل10 جمع مجرور بالإضافة، جمع مجرور. أنا ما بطلبش منك ولا احفظ تمييز الأعداد المركبة مفرد منصوب، ولا 100 والألف مضاعفتها مفرد مجرور. لا انا ما بطلبش منك كده خالص. انا كل اللي بطلبه منك انك تحفظ ان كل تمييز تجيب الرقم على لسانك، مجرد ما بيجيب الرقم التمييز بتبقى عارفه على طول. يعني انا لو قلت 3 3 جنيهات، 3 اقلام، 3 كتب، 3 طالبات، 3 طلاب، فبمجرد ما بذكر من 3 ل10 انا بيطلع عندي اصلا المعدود او التمييز بيطلع في لساني جمع مجرور. فانا مش بطالب الطالب ان هو يحفظ التمييز ده مفرد ولا جمع، انا بقول له الرقم اللي انت عايز تعرف تمييزه مفرد ولا جمع هات الرقم على لسانك، وبعد ما تجيب الرقم على لسانك اوتوماتيك هتلاقي التمييز طلع وحده. يعني لما اقول 11، يعني سيدنا يوسف لما قال اني رايت 11 كوكبا، 11 ايه كوكب، فانا طلعت معايا 11. طب انا عايز رقم 13، نفترض ان التمييز معايا قلم وطالب، هقول 13 ايه، 13 قلم، 14 طالب، 17 طالبه. انا بمجرد ما بذكر الرقم اوتوماتيك التمييز بيطلع على لساني من غير ما انا احفظ. فكره الحفظ دي فكره بتبقى يعني اللي بيحفظ بينسى، طبيعي النسيان ده صعب على الطالب. فانا بقولك ما تحفظش. لما تيجي في الامتحان وانت بتحل التمييز وعايز يسالك تمييز الاعداد المفرده كام، هات اي عدد مفرد على لسانك هتلاقي التمييز طلع على طول اذا كان مفرد ولا جمع. اي رقم يخطر على بالك وعايز تعرف تمييزه اضرب الرقم على لسانك هتلاقي التمييز طلع على طول. طيب نتكلم عن الاعداد. بعد ما عرفنا تمييز العدد، الاعداد المفرده من 3 ل10، والاعداد المركبه من 11 ل 19، والأعداد والألفاظ العقود من 20 ل 90، والأعداد المعطوفة من 21 ل 99، وبعد كده 100 والألف ومضاعفتها. طبعا قلنا إن الأعداد المفردة من 1 ل10،
وان الاعداد المفرده الواحد واثنين لا تمييز لهما، وطبعا بيطابقوا في التذكير والتانيث. احنا قلنا الثلاث اسئله اللي بنسالهم بيطابقوا في التذكير والتانيث. يعني ايه بيطابقوا في التذكير والتانيث؟ لما قلت قرات كتابا واحدا، انا قلت قرات كتابا واحدا، كتابا دي مذكر، كتابا دي مذكر، يبقى اكيد واحدا هتبقى مذكر زيها. قرات قصتين اثنتين، قصتين دي مؤنث، يبقى اكيد اثنتين هتطلع مؤنثه زيها. يبقى هي من ناحيه المخالفه والموافقه هي لازم تطابق معدودها، لازم تطابق المعدود بتاعها. لا تمييز لهما، ولو ذكروا هيتعربوا نعت، ياتيان بعد المعدود يطابقونه تذكيرا وتانيثا ويعربان نعتا، مثل قرات كتابا واحدا. نتكلم عن الاعداد من 3 ل 10. خلاص عرفنا الواحد والاثنين، نبدا نسال الاسئله بتخالف ولا بتوافق؟ لا بتوافق معدودها. رقم 2 تمييزها ملهاش تمييز. رقم 3 اذا ذكرت في الجمله تعرب نعت، وفي الغالب زي ما قلت لكم احنا مش بنذكرها اصلا. انا مش مضطره اقول قرات كتابا واحدا، انا مجرد ما قلت كتابا انت عارف ان هو كتاب اكيد واحد. قرات قصتين ما هم باينين اثنين، مش مضطره اقول قرات قصتين اثنتين، عشان كده غالبا لا يذكران في الكلام. يبقى خليك فاكر ان واحد واثنين ملهمش تمييز، لو اتوجدوا في الجمله يعربوا نعت. من ناحيه المخالفه والموافقه بيوافقوا معدودهم، والتمييز لا تمييز لهما. نيجي للاعداد من 3 ل 10. هنبدا نسال الثلاث اسئله اللي احنا حفظناهم. يا ترى من 3 ل 10 بتخالف ولا بتوافق؟ لا طبعا بتخالف معدودها. يعني ايه كلمه بتخالف؟ يعني ايه فكره المخالفه؟ انا عايز اعرف يعني ايه مخالفه. يعني انا لما الاقي التمييز بتاعي مؤنث، الرقم اشيل منه التاء المربوطه. اما لو لقيت التمييز بتاعي مذكر بحط التاء المربوطه. طب مش فاهمك، انت من 3 لحد 10 مش في العدد اخره تاء مربوطه؟ العدد اخره تاء مربوطه، بس احنا كل علينا في المخالفه الموافقه هنلعب على التاء دي. لو معدودك مذكر حط التاء، لو معدودك مؤنث شيل التاء. ادي فكره المخالفه والموافقه. يعني ايه مخالفه وموافقه؟ الاعداد المفرده من 3 لحد 10 اخرها تاء مربوطه. يا ترى التاء هنشيلها ولا نحطها؟ لو عندك مذكر حطها، لو عندك مؤنث شيلها. هي دي فكره المخالفه والموافقه. فيا ترى من 3 ل 10 لا بتخالف معدودها. يعني ايه برضو بتخالف معدودها؟ يعني لو معدودك او تمييزك مذكر حط التاء، لو تمييزك او معدودك مؤنث شيل التاء. طيب لما اقول فاز 3 طلاب، انا عندي هنا معدودي وعندي تمييزي طلاب، تمام كده؟ عندك المعدود بتاعك وتمييزك كلمة طلاب. طلاب دي مذكر. طيب أنا كلمة 3 اللي هو العدد أخالف ولا أوافق؟ يا عم خالف، ما احنا قلنا لك فكرة المخالفة يا هتشيل التاء يا تحط التاء. أدي فكرة المخالفة. لا حط التاء عشان هنا في طلاب. اشتريت 4 قصص. قصص دي ده جمع تكسير. اوعى تخالف ولا توافق على الجمع اللي قدامك. ارجع للمفرد وشوف المفرد عندك مذكر ولا مؤنث. طب ليه يا مس؟ انت قصص هنا يخيل اليك انها مذكر، فانت تقول لا انا احط التاء. اقول لك طب ارجع للمفرد هتبقى قصه مؤنثه، يبقى ساعتها انا برجع للمفرد عشان اخالف او اوافق صح. فبما اني مفردها مؤنث ما اقولش 4، بقول 4، لان احنا قلنا من 3 ل 10 بتخالف معدودها. لو معدودك مذكر حط التاء، لو معدودك مؤنث شيل التاء. هي دي المخالفه والموافقه. الاعداد اخرها تاء مربوطه، اشيل ولا احطها؟ لو معدودك مذكر حط التاء، لو معدودك مؤنث شيل التاء. طيب انت برضو ليه مصره ان انا لما اجيب عايزه اخالف ولا اوافق لازم ارجع للمفرد؟ تصور كلمه جنيهات. طب انت طبعا لو انا قلت لك يلا خالف او وافق على كلمه جنيهات هتقول جنيهات دي مؤنث فانا هشيل التاء. اقول لك طب ايه مفردها؟ هتقول لي مفردها جنيه. اقول لك طب ما جنيه ده مذكر، يعني انت غلطت انك انت شلت التاء. لا انت المفروض تحط التاء. ليه يا مس؟ اقول لك لاني انا لما تقول لي 4 لما تقول لي 4 من غير التاء 4 جنيهات كده غلط. ليه 4 جنيهات غلط؟ هتقولي طب ما جنيهات جمع مؤنث سالم، فانا جمع مؤنث سالم عشان كده انت جايه لما يبقى عندك المعدود مؤنث شيل التاء. اقول لك طب يلا بينا نرجع للمفرد. ايه مفرد جنيهات؟ طبعا جنيه.
طب ما جنيه ده مذكر، يبقى انت خلفت هنا غلط، يبقى كان المفروض انك ترجع المفرد عشان تخالف او توافق صح. فبما اني مفردها جنيه، يبقى هنقول 4 بالتاء جنيهات. فتقول بالتاء وجنيهات، اقول لك يا حبيبي انا مش بطابق على جنيهات، مش بطابق على الجمع، انا برجع للمفرد عشان اطابق صح. لانك انت لو طبقت على صورة الجمع هتغلط. يبقى لازم تحط في دماغك نقطة اساسية خالص، ان لما تيجي تخالف او توافق في الاعداد المفرده، بما اني تمييزها جمع مجرور، يبقى لو سمحت ارجع للمفرد عشان تطابق وتخالف، عشان تخالف صح او تطابق صح. لازم الخلفه والموافقه برجع للمفرد. طيب لمعرفه اصل التمييز مذكر ومؤنث ناتي بمفرده زي كلمه جنيهات جمع مؤنث سالم ولكن مفردها جنيه. اذا فالتمييز مذكر، فاقول ايه؟ انفقت 5 جنيهات. فاوعى تفتكر ان هنا كلمه 5 جنيهات انك انت غلطت، لا، جنيهات هنا مفردها جنيه يعني مذكر، عشان كده انا حطيت التاء، طيب العدد 8. العدد 8 بيعامل معامله الاسم المنقوص، لان 8 هو بيعامل معامله الاسم المنقوص. طب ازاي يعني بيعامل معامله الاسم المنقوص؟ يعني الياء تبقى رفعا ونصبا وجرا اذا كان معرف بالاضافه او معرف بالالف واللام، والياء تحذف اذا كان في حاله الرفع والجر اذا كان نكره مرفوع او مجرور، وتبقى اذا كان نكره منصوب. طب انا مش فاهمك ولا فاهم اللي انت بتقوليه، ركز كده معايا. العدد 8 ليه قصته، ليه قصه خاصه بيه في العدد 8. ايه القصه بتاعته؟ العدد 8 إذا لم يكن مضافا وكان المعدود مؤنث تحذف منه الياء في حالتي الرفع والجر وينون بالكسر. فنقول حضرت 8 من الطيبات، وربنا ما انا فاهمك يا مس. طيب انا هسألك سؤال، شايف الرقم 8؟ هل معدوده جه بعده على طول ولا اتفصل بينهم؟ ها انت شايف ايه؟ هتقول لي اتفصل بينهم. طيب بما اني اتفصل بينهم، انا دلوقتي 8 تكتب كده، بس امتى اكتبها كده كامله؟ لو معدودي مذكر هكتبها كده بالظبط بكامل حروفها، ما نقصش منها ولا حرف، لو معدودي مذكر. طب ولو معدودي مؤنث هكتب 8 وطالبات، يعني التاء موجوده مع الطلاب، التاء مش موجوده مع طالبات لان في مخالفه. احنا بقى مشكلتنا الياء، احنا جايين نحكي في الياء. اما فكره ان 8 مكتوبه كل مالها مع المذكر دي ما فيهاش خلاف، لان احنا عندنا فكره المخالفه. ف8 موجوده مع طلاب اكيد كلمه 8 تكتب بكامل حروفها اذا كان معدودها او تمييزها مذكر. اما اذا كان تمييزي مؤنث التاء متشاله، وده اللي احنا اتفقنا عليه من البدايه، ان من 3 ل 10 في مخالفه يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. التاء تبقى مع المذكر والتاء تتشال مع المؤنث. احنا جايين نحكي في الياء مش التاء متشاله لان معدودك مؤنث، التاء قاعده لان معدودك مذكر. ايه المشكله بتاعتنا الياء؟ اخليها ولا اشيلها؟ التاء متشاله، احنا خلاص مش بنتكلم في قصه معدودي مذكر، ما فيهاش خلاف. معدودك مذكر 8 اكتبها كامله مكمله ما تشيلش منها ولا حرف. احنا بنحكي لو معدودي مؤنث انا اعمل ايه؟ احنا بنتكلم في المعدود، اذا كان المعدود مؤنث دي اللي انا بتكلم فيها. يبقى خليك فاكر معانا ان 8 مالناش دعوه بيها اذا كان معدود مذكر، دي الدنيا مرتاحه مع المذكر، 8 هتتكتب زي ما هي. او طب والتاء مع المؤنث متشاله، والله متشال. المشكله مش في التاء تتحط ولا تتشال، ما في فكره المخالفه، مع المذكر محطوطه مع المؤنث متشاله. احنا مشكلتنا في الياء. ايه قصه الياء؟ ركز كده معايا. الياء بتاعت كلمه 8 لو اتفصل بينها وبين التمييز، ادي كلمه الطبيبات، ايه اللي فصل بينهم؟ يعني لم تضاف. يعني ايه لم تضاف؟ يعني ما جاش 8 وراها تمييز على طول، 8 ما جاش وراها الطبيبات على طول، ما جايينش ورا بعض، لا، اتفصل بينهم اهو. جاء قال لك حضرت 8 من الطبيبات، اتفصل ما بين 8 والطبيبات. تمام كده؟ اعمل ايه في الياء؟ قال لك الياء شيلها
في حالة الرفع والجر. أقول حضرت 8 من الطبيبات، حضرت ده فعل ماضي وثماني فاعل والفاعل مرفوع، فبما إني رقم 8 جاي في موضع رفع يبقى شيل الياء، شيل الياء وعوض عنها طبعا بتنوين كسر، وعوض عن الياء بتنوين كسر عوض عن الياء اللي انت حذفتها. وهنا فاعل مرفوع طبعا بالضمه المقدره. ليه ضمه مقدره يا عم؟ لان انا عندي دلوقتي في تنوين كسر انا حطيته عوض عن المحذوف، ازاي اظهر لك الضمه؟ فعشان كده قلنا الضمه المقدره. طيب فالياء هنا هتحذف في حاله الرفع وحاله الجر. اقول سلمت على 8 من الطبيبات، ركز كده، ادي 8، ادي الرقم 8، ادي الرقم 8 اتفصل بينها وبين تمييزها، اتفصل بفاصل ما جوش ورا بعض، و8 جاي اسم مجرور، يبقى لو سمحت شيل الياء وعوض عنها بتنوين كسر، وهنا تشال في حاله الرفع، في حاله الرفع وفي حاله الجر. يبقى احنا مشكلتنا في الياء، التاء موجوده مع المذكر، التاء متشاله مع المؤنث، مشكلتنا الياء. الياء اذا اتفصل بينها وبين تمييزها، لو كانت 8 في موضع رفع او جر شيل الياء، في موضع رفع او جر شيل الياء. طيب وفي موضع نصب، افرض انا دلوقتي عندي رايت 80 من الطبيبات، طبعا 8 نكره واتفصل بينها وبين تمييزها، وادام اتفصل بينها وبين تمييزها وهي منصوبه، رايت راى فعل والتاء فاعل و8 مفعول به يعني منصوبه، يبقى الياء تبقى. هنا الياء هتفضل زي ما هي. يبقى تاني كلمه 8 تتكتب بالحروف كامله مكمله اذا كان معدودها مذكر، واذا كان معدودها مؤنث شيل التاء. طب والياء؟ لا، الياء هي اللي فيها هنتكلم فيها. الياء اذا اتفصل بينها وبين معدودها، اهو اتفصل بينها وبين معدودها وكانت في موضع رفع او جر شيلها، في موضع نصب خليها، في موضع رفع او جر شيلها، في موضع نصب خليها. طيب افرض يا مس تمييزها جي جنبها كده، هي وتمييزها مع بعض جو ورا بعض، فما قلت ايه 8 طبيبات، لا هنا الكلام يختلف، هنا التمييز بتاعها جي جنبها مفيش حد فصل بينهم، يبقى الياء تبقى رفعا ونصبا وجرا، ملناش دعوه بيها ما نلمسهاش. ده في حاله لو تمييزها جي وراها على طول مفيش حد فصل بينهم. طيب افرض يا مس انا قدمت المعدود على العدد. يعني ايه قدمت المعدود على العدد؟ يعني انا قلت جاء، المفروض انا متعود دايما اقول جاء 9 رجال، رحت قلت لا ما تخلي رجال، تعالوا نجرب كده نحط رجال الاول، المعدود الاول بعد كده العدد، ساعتها يجوز ليك المخالفه والموافقه. فاقول جاء رجال 9 او 9، عايز تقول جاء رجال 9 صح، جاء رجال 9 صح، بس امتى يبقى لك الاريحيه وتخالف وتبدل وتخالف وتوافق مع بعض، تعمل ده او ده. في حاله لو قدمت المعدود على العدد، لو قدمت المعدود على العدد يجوز ليك، عايز تخالف خالف، عايز توافق وافق. يعني عايز تقول جاء رجال 9 صح، عايز تقول جاء رجال 9 صح، نجح الطالبات 9 صح او 9 صح، يبقى يصح يجوز ليك المخالفه والموافقه، الاثنين يجوز ليك بنفس، الاثنين ينفعوا بنفس الكيفيه، ده وده بالتساوي عادي، عايز تعمل ده صح عايز تعمل ده صح، اذا قدمت المعدود على العدد، اذا قدمت المعدود على العدد. لان احنا الطبيعي ان دايما العدد الاول وبعد كده المعدود، ده الطبيعي العدد الاول. اقول في الفصل 3 طلاب، الطبيعي العدد وبعد كده المعدود. لا انا ضربت في دماغي انا هجيب المعدود الاول بعد كده العدد، خلاص يا عم براحتك، بس ساعتها انت ما ينفعش فكره لازم المخالفه، لا ما فيش حاجه اسمها وجوب المخالفه، هنا جواز المخالفه والموافقه على السواء. تعال خد معايا تدريب. عين العدد والمعدود وبين حكم العدد من حيث المطابقه او المخالفه. سافر إلى المؤتمر 3 رجال، يلا دور معايا فين عددك؟ 3. فين معدودك؟ رجال، وفي نفس الوقت بقول عليه تمييز. طيب ايه حكم العدد ده؟ عدد 3 ايه حكمه من حيث المخالفة
والموافقة. احنا جايلين إذا كان العدد من 3 ل10 بنخالف، بحط التاء مع المذكر، أشيل التاء مع المؤنث. فهنا سافر إلى المؤتمر 3 رجال، يجب هنا المخالفة علشان معدودي أو تمييزي مذكر. طيب، استغرقت الرحلة 10 أيام. أين العدد؟ 10. أين المعدود؟ أيام أو التمييز. طيب هنا نخالف ولا نوافق؟ هنا يجب المخالفة، لأن احنا دي أعداد مفردة. وتمييزها طبعا جمع مجرور بالإضافة. يا ترى إيه إعراب الأعداد؟ يعني العدد بتاعنا ده، أنا دلوقتي عايزة أعرب العدد ده إعرابه إيه؟ إزاي أعرب العدد؟ أي عدد بعربه إزاي؟ أنا دلوقتي عندي أعداد، فاز 3 طلاب. العدد نفسه أنا بعربه إزاي؟ يعرب على حسب موقعه في الجملة. فاز فعل ماضي مبني على الفتح لعدم اتصال بشيء، و3 فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. يبقى الأعداد المفردة من 3 ل10 بتخالف معدودها، تحط التاء مع المذكر، تشيل التاء مع المؤنث، تعرب على حسب موقعها في الجملة، وتمييزها جمع مجرور. ال3 أسئلة اللي احنا قلنا هنسأل بيهم من 3 ل10 بتخالف، تعرب على حسب موقعها في الجملة، تمييزها جمع. خلي بالك ان التمييز ما بخليكش تحفظه، التمييز انت اللي بتكتشفه لما بتضرب الرقم على لسانك، التمييز بيطلع بكل تلقائية. خلي بالكم احنا اصلا في حياتنا العادية، في حياتنا العملية اللي احنا شغالين في حياتنا، احنا التمييز موجود على لساننا. احنا طول الوقت بنتكلم في ارقام، بنتكلم في حسابات طول الوقت، بحكم الحياة في ارقام على طول درجة في لساننا. فالتمييز بيطلع اوتوماتيك على لساننا من غير ما احنا نبقى عارفين ان ده تمييز، بس احنا بنتكلم عنه في حياتنا على طول، في حياتنا العادية. فدايما بقول تمييز العدد فكرة مش درس معضلة، لان احنا في كل حياتنا فيها حسابات وارقام. كل عليك انك بتجيب الرقم، اي رقم يعجبك فبتضرب على لسانك، وهتلاقي التمييز طلع بكل سلاسة. نوع التمييز اذا كان مفرد ولا جمع، اذا كان مجرور ولا منصوب، احنا بنطلعه اصلا متعودين عليه، بنتكلم بيه على طول في حياتنا. يبقى تاني، من 3 ل10 بتخالف، تعرب على حسب موقعها في الجملة. اشتريته 4 هنا مفعول به، فتعرب على حسب موقعها في الجملة، وتمييزها جمع مجرور. طيب تعالوا نكمل باقي التدريب. هقول قرأت كتابا واحدا. طبعا كلمة واحدا دي تعرب نعت، وهنا من حيث المطابقة يجب مطابقة المعدود، لأن قلنا إن 1 و2 ما لهمش مخالفة، 1 و2 بيطابقوا معدودهم وما لهمش تمييز ويعربوا نعت. قابلت 8 تلميذات. تعالى ركز معايا في كلمة 8 اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها. شايف معدودي؟ شايف التمييز بتاعي؟ ايه اللي حصل؟ رقم 8 جي وراه على طول معدود، جي وراه التمييز. شايف الياء قاعدة اهي، هي تبقى رفعا نصبا جرا في كل حالات الاعراب بتاعتها، طول ما تمييزها جي وراها على طول، التمييز جي وراها على طول، يبقى تبقى رفعا نصبا جرا. امال امتى نتحذف؟ تعالى افتكر معايا امتى حذفناها. في حاله الرفع والجر لما تمييزها اتفصل بينها وبين التمييز. اول ما يتفصل بينها وبين التمييز نقول ستوب، الياء هنا هنحذفوها في حاله الرفع والجر، وتبقى في حاله النصب. طب التمييز جي وراها على طول، تبقى رفعا نصبا جرا. بيقول لك أعد كتابة الأعداد التالية بألفاظ عربية وغير ما يلزم. هقول قرأت 6 مجلة. هو عايزك هنا تحول الأرقام الحسابية إلى أرقام عربية. أول حاجة لازم قبل ما أنت تبدأ تحول، بص على كلمة المجلة اللي هي التمييز أو المعدود. هو ده مذكر ولا مؤنث؟ طبعا مؤنث، فهيبقى أكيد 6 دي هتتكتب من غير التاء، وأقول قرأت 6. طب ومجلة تفضل زي ما هي؟ طب انت يلا جرب كده على لسانك، عمرنا قلنا 6 مجلة ولا نقول 6 مجلات؟ اكيد بيبقى دايما الاعداد المفردة تمييزها جمع. يبقى انا متعود اصلا وانا في حياتي دايما بتكلم لما بقول 6 بقول 6 اقلام، 6 كتب، 6 قصص، 6 فرخات، 6 مجلات. اكيد احنا دايما معانا الاعداد المفردة درجة في لساننا ان تمييزها او معدودها جمع مجرور. فأقول قرأت 6 مجلات، وطبعا بشيل التاء علشان احنا جايين من 3 ل10 بنخالف المعدود. يبقى وانت جاي تحول من عربي من حساب لعربي، اول حاجه بص على التمييز،
لان انت هتكتب 6 يا بالتاء يا من غير التاء. مين اللي حدد تمييزك؟ طيب خلاص خلصنا، عملنا الرقم بالمخالفه او الموافقه. اركن بقى، ابدا ظبط تمييزك. يبقى اول حاجه قبل ما هنا تتكلم عن 6 وتحط التاء ولا تشيلها، عينك على التمييز، هو اللي هيحدد اذا كنت هتخالف ولا هتوافق. تمام كده؟ اذا كان يعني هتحط التاء ولا تشيل التاء. بعد كده بعد ما خلصنا وشلنا التاء علشان المجله دي مؤنث، ابدا ظبط بقى التمييز وخليه جمع، لان الاعداد المفرده جمع مجرور بالاضافه. في المدرسه 10 معلمه. في المدرسه خبر مقدم و10 مبتدا مؤخر. عيني على التمييز الاول، معلمه دي مؤنث، يبقى هشيل التاء عشان تحصل المخالفه، وهقول في المدرسه 10 معلمات. وبعد ما نطلع من 10 ابدأ ظبط تمييزك وخليه جمع مجرور وقول معلمات. استعرت 8 قصة في 6 أسبوع. أنا ملاحظة إن 8 جي وراها كلمة قصة. 8 جت وراها قصة، 8 لزق فيها تمييزها. فهقول استعرت 8 قصص في، خلي بالك قصص علشان الأعداد المفردة جمع مجرور، في اسبوع. اسبوع و6 اسبوع مذكر. يبقى احط التاء عشان اسبوع مذكر. في 6 اسابيع. ركب السيارة 3 رجل. ال3 رجل هم اللي ركبوا السيارة، يعني هم الفاعل. طيب انا قلت لك قبل ما تحول بص على تمييزك. تمييزك هنا مذكر، رجل تمييز هنا مذكر، يبقى هتحط التاء ولا تشيلها؟ طبعا هتحط التاء. طيب يبقى ركب السيارة 3. تمام، نكمل بعد كده. لا استنى، هل الرجل بتفضل زي ما هي؟ لا، لازم تخليها جمع. هتقول ركب السيارة 3 رجال. طيب استصلحت الحكومة 8 فدان في 7 مناطق. فدان ده انا قبل ما قلت لك اول البداية بص على التمييز، فدان ده مذكر، يبقى التاء هتبقى موجودة في العدد، واقول استصلحت الحكومة 8 فدادين، لازم اجيبها جمع. استصلحت الحكومة 8 فدادين في. طب كلمة منطقة الأول، يعني أحط التاء ولا أشيلها؟ منطقة لا طبعا مؤنث، شيل التاء. في 7 ومنطقة مفرد مناطق، يبقى هات المثال الأول. استصلحت الحكومة 8 فدادين في 7 مناطق. حضر الندوة 4 عالم. 4. أنا دلوقتي هتكلم عن 4 بس الأول هبص على عالم. أنا لا دلوقتي قدامي أحط التاء ولا أشيلها؟ مين اللي حدد كلمة عالم؟ فأنا عالم عندي مذكر، فهقول حضر الندوة 4 بالتاء. يلا نبدأ نظبط التمييز. 4 علماء. قرأت موضوع ده مذكر، يبقى هنحط التاء وش لأن الموضوع ده مذكر، فهقول قرأت 8 مواضيع. 8 مواضيع. واظبط يلا موضوع خليها جمع مواضيع. يبقى أول حاجة ببدأ بالعدد، أشيل التاء ولا أحطها؟ قررت تشيل أو تحط بناء على المعدود، يلا ابدأ اجمع الكلمة اللي هي التمييز. بعد كده قطف البستاني 10 ثمرة. قطف البستاني 10 ثمرة، فهقول قطف البستاني، ثمرة ده مؤنث، هشيل التاء وهقول 10 ثمرات، وابدأ اجمع معدودي لأن الأول خلاص قررنا تاء ولا من غير تاء. يلا ادخل على التمييز واجمعه. رأيت 5 عصافير على الشجرة. هقول رأيت، يلا نبدأ نبص على كلمة عصافير. مش بخالف ولا أوافق على كلمة عصافير. طب من باب الحيطة ارجع للمفرد، مفردها عصفور. عصفور مذكر يبقى حط التاء. أقول رأيت 5 عصافير على الشجرة. حضر 8 من الصحفيين. 8 اتفصل بينها وبين تمييزها وجاية في موضع رفع، يبقى شيل الياء وأقول حضر 8 من الصحفيين. يلا ندخل على العدد المركب من 11 ل 19. الأعداد المركبة من 11 ل 19 هنبدأ نقسم الأعداد. هناخدوا ال11 وال12 مع بعض. ليه ال11 وال12 مع بعض؟ 1 و2 إذا جاءت مفردة بالطابق، إذا جاءت مركبة بالطابق، إذا جاءت معطوفة بالطابق. عشان كده في كل مرة وفي كل نوع دايما بناخدوهم وحدهم، علشان هم ليهم شغلانتهم وحدهم، هم ما لهمش في المخالفة والموافقة خالص.
فدايما عشان كده لو تفتكروا احنا لما بدأنا في الأعداد المفردة خدناهم وحدهم، الأعداد المفردة خدنا واحد واثنين وحدهم، ودلوقتي لما تركبوا برضه هناخدهم وحدهم، لأن هما بيطابقوا دايما مع عددهم، سواء واحد واثنين. إذا العدد واحد واثنين كان مفرد أو ركب مع عدد أو جاء معطوف لابد له من المطابقة. 11 و12 بيطابقان المعدود تذكيرا وتأنيثا، يعربان حسب موقعهما في الجملة كالآتي. إزاي؟ العدد 11 بيكون مبني على فتح جزئين في محل رفع أو نصب أو جر، والعدد 12 الجزء الأول منه يعرب إعراب المثنى فيرفع بالألف وينصب بالجر بالياء، والجزء الثاني يكون مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وتمييزها مفرد منصوب. مش فاهمك يا مس؟ طيب هوضح لك الأمر. أنا دلوقتي بص معايا في المثال، حضر 11 طالبا. بص معايا على المثال ده، حضر ده فعل ماضي، و11 العدد 11 متركب من جزئين، أحد وعشر. التركيب الإضافي كلمتين ركبتا، الاثنين اتركبوا مع بعض حتى صارت كلمة واحدة، فبيجي 11 ده رقم واحد، يعني 11 بيجي رقم مع إن هو متكون من جزئين. فعشان كده لما باجي أعرب رقم 11 بقول هو عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، يعني من 11 لحد 19، من 11 ل 19 الإعراب بتاعهم ثابت. من 11 ل 19 مبني على فتح الجزئين في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. طب أنا شايفك ما جبتيش رقم 12. لا، 12 ليه وضعيته، ليه إعرابه. رقم 12 يعرب إعراب الملحقات المثنى، يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. عشان كده انا دايما لما باجي اعرب الاعداد المركبه باخد من 11 ل 19 مع بعض وبسيب رقم 12. رقم 12 لا سجطته لان ليه اعرابه وحده الخاص بيه، لكن من 11 ل 19 اعراب ثابت، اسطمبه واحده بحفظها. من 11 ل 19 احفظ كده، مبني على فتح الجزئين في محل رفع او في محل نصب او في محل جر. مش فاهم يعني ايه جزئين في محل رفع او في محل نصب او في محل جر؟ يعني لما اقول حضر 11 طالبا، حضر فعل و11 هي الفاعل، يبقى 11 كلها مبنيه على فتح جزئين في محل رفع فاعل. وخلي بالك من 11 ل 19 مبني على فتح جزئين، 3 كلمات ثابتين معايا في محل رفع او في محل نصب او في محل جر حسب موقع العدد في الجمله. فتيجي تقول لي انت ليه قلتي في محل؟ ما تقولي على طول مرفوع على انه فاعل منصوب. لا، انا ما عنديش رقم واحد، انا عندي عددين، رقمين. امتى اقول العدد ده مرفوع منصوب مجرور؟ لما يبقى رقم واحد. لكن لما يبقى رقمين هتدي الرفع لمين؟ ما هم رقمين، هتدي ده، طب ما ده يزعل. فعشان كده قلنا لهم لا، انتوا الاثنين هناخدوكم مع بعض ونخلوكم في محل رفع، انتوا الاثنين واخدين محليه الرفع. عشان كده انا ما اقدرش اقول على 11 مرفوع على طول ولا منصوب على طول ولا مجرور على طول، لان 11 مكون من رقمين، فما ينفعش ادي الرفع لمين فيهم، التاني يزعل. عشان كده بقول مبني على فتح جزئين. خليك حافظ، قلنا الثلاث كلمات دول ثابتين من 11 ل 19 ما عدا ال 12. في كل مره بفكرك انا مسجله ال 12 لسه. مبني على فتح جزئين في محل رفع او في محل نصب او في محل جر. فهنا حضر فعل، يبقى العدد ده كله مبني على فتح جزئين في محل رفع فاعل. طيب كرمت 12 طالبة، مبني على 12 لا دي اعرابها وحده. هنا اسنا زي ما قلت لك تعرب اعراب ملحقات المثنى فترفع بالالف وتنصب وتجر بالياء. هنا كرمت فعل وفاعل والتاء فاعل واثنين مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء. طب انت ليه نصبتيه بالياء؟ ما انت من الصبح بتقولي مبني على فتح الجزئين في محل رفع او نصب او جر من 11 ل 19. انا قلت الاعراب ده من 11 ل 19. قلت 12 لا، 12 في الاعداد المركبه ليها اعراب مختلف، تعرب اعراب ملحقات المثنى، ترفع بالالف وتنصب وتجر بالياء. يعني زي المثنى انت رفعته بالالف يبقى ترفع في بالالف اذا كانت في موضع رفع، وتنصب بالياء اذا كانت في موضع نصب، وتجر بالياء اذا كانت في موضع جر. فهنا هي في موضع نصب مفعول به، يبقى اثنين مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء، و10 مبنيه على الفتح لا محل لها من الاعراب. طبعا الجزء الثاني لازم يبقى له اعراب. الجزء 10 لازم ابقى اعربها، اقول ايه؟ هتقول مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. طب انت ليه قلتي لا محل له من الاعراب؟ ما الاعراب خدت اثنين، هعرب ايه تاني؟ ما خدت اثنين وقالت دي مفعول به.
يبقى 10 مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وطبعا طالبة تمييز منصوب بالفتحة. خليك فاكر إن الأعداد المركبة تمييزها مفرد منصوب، مفرد منصوب. مش بتحفظ، اضرب رقم 13. 13 بتقول أقلام ولا قلم؟ بتقول 13 قلم. يبقى أنا أوتوماتيك التمييز طالع على لساني بمجرد ما جبت الرقم. طيب الأعداد يبقى 11 و12 دايما بيطابقوا معدودهم. لما سيدنا يوسف قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. 11 كوكبا، كوكب ده مذكر و11 مذكر زيها. طيب وعلى لسان سيدنا موسى في القرآن قال تعالى فانفجرت منه 12 عينا. انفجرت منه 12 عينا. طيب الايه اللي انفجر؟ يعني فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، وعينة دي مؤنث عشان كده أنا حطيت التاء. اثنتا. و10 من الأعداد إذا ركبت بالطابق معدودها. 10 من الأعداد إذا ركبت بالطابق معدودها. 10 من الأعداد التي إذا ركبت بالطابق معدودها. طيب فانفجرت منه 12 عينة، وعينة ده مؤنث فإثنتا طبقتها فبيجت بالتاء. طب وليه بيجت بالألف؟ ليه حطيت الألف؟ عشان هي فاعل، هي اللي انفجرت. يبقى دايما العدد 12 بالتاء ولا من غير تاء؟ على حسب معدودي مؤنث حط التاء، معدودي مذكر معدودي مؤنث اثنتي كرمت 12 طالب. انفجرت منه 12 عينة. اللي انفجر هو 12 عينة. فهنا أنا حطيت التاء علشان كلمة عين، و10 حطيت التاء علشان كلمة عين لأن عين مؤنث. يبقى الرقم 12 بيوافق معدوده. بنحط للمؤنث تاء إذا كان معدودي مؤنث فنقول اثنتا. طب في الفصل منفيش تاء هنا. ليه؟ لأني أنا هاجي أقول لك 12 طالبا، فهنا 10 مالها؟ برضو ما حطيتلهاش التاء لأن العشرة إذا ركبت بالطابق معدودها. يبقى العشرة لو جاءت مفردة بتخالف معدودها، العشرة إذا ركبت بالطابق معدودها. فهنا ال 12 تعرب إعراب المثنى، ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. نيجي بعد كده للأعداد من 13 ل 19. الأعداد من 13 ل 19 أول حاجة هي بتخالف ولا بتوافق؟ تعالى بالقلم كده ونقسم العدد كده نصين، وأنا وبقسم عيني على التمييز. أول حاجة تمييز هنا مذكر يبقى هحط التاء. طب والجزء الثاني بيوافق، يبقى وأنا بقسم بصوا كده معايا يا ولاد في الفصل 13 تلميذا. ركز كده معايا. 13 ده عدد مركب. 13 ده عدد مركب. يعني ايه مش عدد مركب؟ يعني انا عايزاك تمسك القلم وتقسم العدد كده نصين وتحفظ نفسك حاجه. تحفظ نفسك. اقول ايه؟ اقول الجزء الاول بيخالف واعمل كده، الجزء الثاني بيوافق. ايه اللي خلاك تقولي كده؟ الجزء الاول بيخالف يعني بيخالف معدوده، لانك انت لسه مخلصين الاعداد المفرده بتخالف معدودها. والجزء الثاني بيوافق معدوده لان 10 اذا ركبت بتوافق معدودها. 10 لو جاءت مفردة تخالف معدودها، 10 إذا ركبت توافق معدودها. يبقى ركز معايا تاني، أول ما تلاقي عدد مركب اقسم العدد بالنص وحفظ نفسك. الجزء الأول بيخالف معدوده، الجزء الثاني بيوافق معدوده. فهقول في الفصل 13 تلميذا، في الفصل 13 تلميذ نمسك حتة حتة. 3 بتخالف و10 بتوافق لأنها ركبت. طب تعالى نعرف. مبنية على فتح الجزئين مبنية على فتح الجزئين في محل رفع مبتدا مؤخر، لأن القاعدة اتقدمت عليها جار ومجرور. إذا قدم الجار والمجرور دي حالات وجوب تقديم الخبر على المبتدا. إن شاء الله تاخدوها في ثالثة ثانوي، حالات وجوب تقديم الخبر على المبتدا، لأن عندي المبتدا بتاعي نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة. طيب سلمت على 17 تلميذة، همسك بالقلم كده وابدأ أشتغل. الجزء الأول بيخالف والجزء الثاني بيوافق.
تلميذة هنا مؤنث يبقى شيل التاء. 10 هنا بتوافق لأنها ركبت فلازم توافق. يبقى تعالى بص معايا، بالنسبة للمخالفة الموافقة اقسم العدد بالنص وحفظ نفسك، الجزء الأول بيخالف، الجزء الثاني بيوافق. طيب والإعراب؟ مبني على فتح جزئين في محل رفع مبتدأ مؤخر، مبني على فتح الجزئين في محل جر اسم مجرور. مبني على فتح جزئين في محل جر اسم مجرور، مبني على فتح جزئين في محل جر اسم مجرور. وطبعا تمييزي مفرد مؤنث. تعالي نرجع للثلاث أسئلة تاني من 13 ل 19. بتخالف ولا بتوافق؟ الجزء الأول بيخالف والجزء الثاني بيوافق. تمييزها مفرد منصوب وأنا اللي بجيبه بنفسي. الإعراب من 13 ل 19 من 11 ل 19 مبني على فتح الجزئين في محل رفع أو نصب أو جر. طب ما ال 12 تعرب إعراب ملحقات المثنى، ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. تعال نتكلم عن العدد. نتكلم عن العدد 10. العدد 10 إذا كان مفرد أو إذا كان مركب. العدد 10 إذا كان مفرد هيخالف وإذا كان مركب هيوافق. طيب تعالوا نتكلم عن حركة الشين بتاعة العدد 10. العدد 10 إذا كان تمييزي مذكر هفتح الشين، وإذا كان تمييزي مؤنث هسكن السين، مثل قوله تعالى فكفرته طعام 10 مساكين. أديني فتحت الشين. قل فأتوا ب10 سور مثله. أديني السين طلعت معايا ساكنة علشان تمييزي مؤنث لأن مفردها صورة. إني رأيت 11 كوكبا. 10 الشين مفتوحة عشان كوكب مذكر فانفجرت منه اثنتا لازم هنا في تاء. اثنتا 10 عين عشان عين ده مؤنث. ودايما لما تحتار فكره التذكير والتانيث امسك الكلمه اللي انت محتار اذا كانت مؤنث ولا مذكر، جنب ما تخالف وتوافق حط ليها اسم اشاره هذا وهذه. فعين انا دلوقتي عين مش عارف اذا كانت مذكر ولا مؤنث، هذا عين ولا هذه عين؟ طبعا هذه عين. فادام ظبطت مع اسم دايما لما تحتار اذا كانت ده مذكر ولا مؤنث حط لها اسم اشاره، هات المفرد وحط جنبه اسم الاشاره هذا وهذه. ظبط معاها هذا يبقى ده مذكر، ظبط معاها هذه يبقى ده مؤنث. فانا عين هنا محتار كطالب اذا كانت مذكر ولا مؤنث. عين هقول هذا عين ولا هذه عين؟ هقول هذه عين يبقى ده مؤنث. يبقى هتقول 12 عينا. حطينا التاء عشان عين ورفعنا بالالف عشان فاعل وحطينا التاء عشان العشرة ركبت وسكننا الشين علشان معدودي مؤنث. تعال معايا في التدريب. تعال بص معايا في تدريب 2 بين العدد والمعدود وبين الحكم من حيث المطابقة والمخالفة. يتكون فريق كرة القدم من 11 لاعبا. فين العدد بتاعي؟ العدد بتاعي 11. فين معدودي؟ لاعبا. ايه حكم المطابقة والمخالفة؟ لا هنا ال11 وال12 بالطابق. يبقى العدد 11 هنا لابد ان يطابق معدوده وهي فعلا لاعبا. احد هي جت مذكر و10 جت مذكر يعني يجب المطابقة. كفاءته 13 طالبة متفوقة. تعالوا بص معايا لو احنا بصينا احنا قسمنا العدد هنا، قسمنا العدد طالبة هنا مؤنث فثلاث جت من غير التاء و10 عشان ركبت تأتي بالتاء. الجزء الأول بيخالف والجزء الثاني بيوافق. يبقى هنا معدودي 13 والعدد أسفة معلش نبعد لي تاني الله يخليك المثال ده تاني. كفاءته 13 طالبة متفوقة. خلي بالك أنا بقسم العدد أهو بالنص، النص الجزء الأول بيخالف والجزء الثاني بيوافق. 3 جت من غير التاء عشان طالبة مؤنث و10 جت بالتاء علشان ركبت وال10 لما تركب توافق وهي دي مؤنث فحطينا لها التاء. طيب ايه حكم فين العدد بتاعي؟ العدد 13 اين معدودي؟ طالبة او تمييزي. ايه حكم المخالفة الموافقة هنا؟ يجب المخالفة. طب يجب المخالفة مع مين؟ الجزء الاول بيخالف والجزء الثاني بيوافق لان الاعداد المركبه من 13 ل 19 قلت لك احفظ الجزء الاول بيخالف الجزء الثاني بيوافق لان دايما الجزء الثاني 10 و10 ادام جت مركبه لازم هتوافق. قال تعالى وبعثنا منهم 12 نقيبا وبعثنا منهم 12 نقيبا. طبعا اثنين هنا جاي عشان مفعول به بالياء، مفعول به منصوب علامه نصب الياء، و10 مبني على الفتح لا محل لها من الاعراب. هنا نخالف ولا نوافق؟ لا هنا 12 لازم نطابق المعدود. فهنا المعدود بتاعي نقيب مذكر فاثنين هنا جاي من غير التاء وجاي بالياء عشان مفعول به و10 عشان ركبت هتوافق. تاني جاي بالياء عشان مفعول به
جاي من غير تاء عشان نقيب مذكر، و10 عشان ركبت هتوافق فهتبقى مذكر. كافأ المدير 15 موظفا. 15 تعال نقسم العدد بالنص. موظف مذكر، الجزء الأول بيخالف حط التاء، والجزء الثاني بيوافق شيل التاء علشان موظف مذكر. ايه حكم المخالفة؟ يجب المخالفة لأن عندنا من 13 ل 19 لازم المخالفة. وكده احنا هنبقى انتهينا من شرح الأعداد المفردة والأعداد المركبة. إن شاء الله بإذن الله في فيديو تاني هشرح لكم باقي تمييز العدد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.